بالوعد يسير على خطى عامر شفيع حارسنا المتابع. يا الله الله، جول! الهدف اليمني يأتي، الهدف اليمني يأتي بأيضا مرور ممتاز، بمرور ولا أجمل، بتقدم ولا أروع. لحظة تمريرة الجميلة هنا أيضا الهدف التقدم الآن. يا سلام على فيصل عبد الله، يضع المنتخب اليمني في المقدمة في الدقيقة 14 هنا في أيضا الشوط. انطلاقة في الجهة اليسرى، لاحظ استغلال الثغرات، لاحظ استغلال الهفوات. المنتخب اليمني الآن يا الله، جول! الله الله الله، جمالك جمال يا ثامر، دلالك دلال يا ثامر سنان. تامر سنان يسجل، تامر سنان، يا سلام. اليمن السعيد يفرح الآن، يتقدم الآن في المرة الثانية. يا سلام، يضرب بقوة بالأهداف الجميلة. اليمن السعيد يفرح، اليمن السعيد يسعد. يا سلام على اليمن. خطأ على التنفيذ لفيصل عبد الله، تسديدة قوية، يا على فيصل، يا على اليمن يسجل الثالث. يا الله، يا جمالك يا سعد، يا سعد القعود ما يشكي من الوقت رجال. يا سعد، الأهداف الجميلة تسجل. يا سلام على سعد، كفاية سعد يسجل. يا الله، الجمال يأتي هنا. أيضا انهيار لدفاع المنتخب الأردني من سعد القعود، انهيار الرابع. اليمن السعيد يتفجر، بركان انهيار لأيضا المنتخب الأردني. 4 وبقوة، هدفين في دقيقة وهدفين بدقيقة، هدف لصادق الجلال وهدف لأيضا سعد القعود، هدفين في كل دقيقة. هنا أيضا لصادق الجلال، لاحظ التمرير الأروع، لاحظ التمرير الأجمل. يا جمالك يا صادق، يا دلالك يا صادق. نتابع اللقاء مشاهدينا الكرام، المحاولة لفيصل عبد الله، ضربة جزاء وبنالتي، ضربة جزاء وبلنتي، ضربة جزاء لصالح المنتخب اليمني عن طريق اللاعب النجم والمميز فيصل عبد الله. صعوبات يفعلها فيصل عبد الله، والبطاقة الصفراء لمحمد بني ياسين، وإذا اصفرت احمرت. البطاقة الصفراء والحمراء، البطاقة الحمراء لمحمد بني ياسين، لاعب ونجم العربي الأردني، ينال البطاقة الحمراء سلبيا. هنا فيصل، ضربة الجزاء، فيصل الآن. يا الله الله، اليمن يسعد الآن،
يضرب بقوة اليمن، يتفجر بالخماسية. 5 مقابل لا شيء، هدفين لهذا اللاعب الشاب المميز فيصل عبد الله. تابعوه، راقبوه، يستحق الإشادة، يستحق أيضا التحية، يستحق أيضا المبادرة لهذا اللاعب اللي سجل الهدف الأول في الدقيقة. وسط انطلاقات رأيناها في الشوط الثاني فوق الرؤوس، استطاع من استثمارها المنتخب اليمني وكسب ضربة جزاء. وضربة جزاء الآن، ضربة جزاء لصالح المنتخب الأردني ب10 لاعبين. ضربة جزاء لصالح المنتخب الأردني الآن على مشارف الدقيقة 30 من أحداث شوط المباراة الثاني، بعد انتهاء الربع ساعة الثانية من الشوط الثاني. نسير في الربع الأخير من أحداث المباراة. هنا كما نتابع ضربة جزاء لصالح المنتخب الأردني. هل يكون هذه الضربة وضربة الجزاء ستكون ضربة الجزاء في تقليص الفارق؟ وهنا الهدف، هدف تقليص الهدف الأول لصالح المنتخب الأردني للاعب رزق بريهاني. إذا الهدف الأول لصالح المنتخب الأردني، هدف لرزق بريهاني يقلص الفارق. لاحظوا بتنفيذ ضربة الجزاء، لتنفيذ ضربة الجزاء والهدف الأول لصالح المنتخب الأردني. 5 مقابل 1 لصالح